السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا ما كاين لا روتين لا وصفه لا والو. ان شاء الله غادي نهضروا اليوم في هذا الموضوع ديال يعني بغيت نشكركم اولا وقبل كل شيء. بغيت نشكر جميع المتتبعين والمتتبعات، سواء اللي كنعرف ولا اللي ما كنعرف، اللي باركوا ليا على الكود ديال الادسنس. كنشكركم بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله اللي منكم المزيد من الدعم ان شاء الله، وتشجعوني وتشوفوا لي الفيديوهات ديالي بعدا على الاقل غير نص في الفيديو. مثلا الا كان 5 دقائق هكايا، ولا يعني الا كان 10 دقائق واخا غير 5 دقائق 6 دقائق. المهم كاين اللي كيدخل وكيخرج، وكاين اللي يسحب، كاين اللي يسحب الاشتراك ديالو. فالله يجازيكم بخير. نتمنى ان شاء الله تعاونوني. راه والله العظيم الا 4 سنين هذه طالعه في 4 سنين وانا كنكافح وكندمر باش تكبر القناه ديالي، ولحد الساعه مازال ما وصلت ل 2000 مشترك. فالله يجازيكم بخير. اللي كتشوفوني ديروا لي اشتراك، ديروا ابوني، بارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تكبر العائله، وان شاء الله ونزيدوا يعني نديروا فيديوهات اخرين. المهم خوتي خواتاتي كما قلت لكم والله العظيم الا كاينين اللي كيديروا الاشتراك وكيسحبوه ما فيها باس. الانسان يتعاون معاك، يعني كتعاونوا غير مع اسميتو، كتعاونوا مع ناس اخرين، فما فيها باس تعاونوا معنا حتى حنايا. والله هذا الشيء اللي بغيت، ونتمنى ان شاء الله تعاونوني وتزيدوا تعاونوني ان شاء الله. والله اش غنقول لكم، والله الا كنترجى منكم الخير ان شاء الله ليا والجميع. هذا ما كان خوتي خواتاتي. المهم بدايه كما قلت لكم كنشكر جميع الناس اللي باركوا ليا، سواء في التعاليق، سواء في التليفون، ولا الاصدقاء، الناس اللي خدامين معايا. كنشكر جميع اللي تعاطفوا معايا في هذا الفيديو. ومن ضمنهم واحد الاخت يلا كتبت لي واحد التعليق والله العظيم مؤثر فيا بزاف بزاف. يعني كتقول لي بانني آه، مبروك ليا ملي توصلت بالكود ادسنس، وكتمنى ان شاء الله حتى هي يعني توصل لهاد النهار هذا وتفرح حتى هي بالادسنس. فكنقول لك اختي انه كل حاجه الانسان دمر عليها وكافح عليها فالا غادي يوصل ليها بجهد الله تبارك وتعالى، بالجهد ديالك وبالجهد ديال المتتبعين. ان شاء الله دابا غادي توصلي ان شاء الله، وغتكون الفرحه ديالك كما الفرحه ديالي. فانا كانت واحد الفرحه ما كتوصفش. لان علاش؟ والله العظيم من الاول نقول لكم انا، يعني والله العظيم في الاول الاخوان، وملي يلاه بديت نحكي لكم على يعني كيفاش بديت في القناه، وكيفاش يعني كيفاش ديك المراحل ديال كيفاش بديت في القناه وسميتوها. والله العظيم ما غتصدقونيش الا سميتو. المهم انا في الاولى البنات في 2019، كانت الوالده ديالي توفت في 2017. بنتي تزوجت في 2018. بقيت انا بقى عندي واحد الفراغ صافي. عندي تليفون كنشوف الناس كيديروا فيديوهات وكيديروا سميتو. ما كانتش عندي ديك الفكره ديال انني غادي ندير فيديوهات وغادي ندير قناه باش انا نترزق فيها ولا سميتو. كانت عندي فكره. انا اصلا غنقول لكم واحد الحاجه، انا اصلا من الصغر ديالي كان عزيز عليا التصوير، عزيز عليا، كنحماق على واحد الحاجه سميتها التصوير. عزيز عليا نوقف قدام المرايه هكايا، وبحال الا كنصور ولا شي حد كيصور كنمشي كندير هكايا، كنتخشى حتى انا باش نتصور. هذا الشيء من الاول اقسم بالله. راه نقول لكم انا تصوري كاين في العالم كامل، اللي كيعرفني واللي ما كيعرفني راه صورني. المهم الحمد لله على كل حال. هذه الاولى كان عزيز عليا التصوير. ثانيا عزيز عليا الطبخ، واخا كندير زعما ماشي شي حاجه، ولكن انا عزيز عليا. انا عندي واحد الحاجه كنلقى فيها راحتي، هي انني ندير الطبخ. ان شاء الله علاش لا ما ندير حتى انا ديك القضيه ديال الباتيسري وهذا، نمشي نتعلم الطبخ ولا. المهم من هنا لقدام كنفكر ان شاء الله في هذا الشيء، كنفكر ان شاء الله ندير. المهم اللي قدرني عليها الله، سواء نتعلم هي عبر الحكايه مواقع التواصل، ولا نشوف شي جمعيه ولا سميتو نمشي نتعلم فيها. هذا الشيء باش كما قلت لكم هادو هما جوج حوايج اللي خلاوني انني ندخل ندير فيديوهات في اليوتيوب.
نهار درتها بدافع انني غادي نبدا ندير الطبخ وندير هذا وسميتو. البدايه كانت زوينه بزاف الصراحه والله العظيم. كون بقيت انا في كما كنت في البدايه ديالي كان غادي يكون حسن ليا. علاش؟ في الاول ما كنتش دايره ديك القضيه كما قلت لكم ديال ندير قناه باش نترزق منها. كان فقط كنحط واحد الحاجه عزيزه عليا كنحطها. ثانيا ما كنتش دخلت بزاف ديال الحوايج، وغنقول لكم هاد الحوايج هما اللي خرجوا عليا. في الاول كان عندي مشاهدات بزاف، واحد الحاجه اللي كانت ناقصه عندي وما كانتش ناقصه. كون صبرت كون وصلت ليها. كانوا عندي مشاهده، يعني المتتبعين كانوا كيطلعوا بواحد الوتيره قليله، يعني واخا بنادم كيتفرج هذا ما كيدير لي اشتراك. فانا دخلت لواحد المجموعات اللي كنشكروا هذوك الناس من هذا المنبر هذا. دخلنا مع هذوك المجموعات بفضل واحد الاخوات دخلوني لهذوك المجموعات. صافي بقينا في دوك المجموعات كنديروا اشتراكات، كنديروا داك المشاهدات وداك الشيء. ولكن غنقول لكم القضيه واحد الحاجه سلبيه كاينه في المجموعات. في المجموعات كيكونوا بالنسبه للاشتراكات كيكونوا اشتراكات وهميه. يعني واخا يدخل لك حتى مليون مشترك راه ما كيكونوش المشاهدات. ثانيا وحتى ولو كيكونوا المشاهدات فكيكون المشاهدات قليله. يعني الانسان كان والله العظيم وهذا الشيء طحت فيه انا وما عرفت واش كل شيء. انا ما كنعمم، انا كنقول داك الشيء اللي وقع لي انايا. كتشوف كدير مثلا كتدخل واحد 20 ولا 30 في الجروب فيه 20 ولا 30، كتشوف لهم الفيديوهات ديالهم كاملين، ها 8 دقائق ها 10 دقائق، ها كل واحد واش داير. ولكن ملي كتجي كتشوف دوك الناس دوك ال 20 واحد او ال 40 واحد كتحط انت فيديو مثلا فيه 10 دقائق، راه ملي كتدخل كتعطلوح لهم الفيديو وكتقول لهم ودي شوفوا لي هذا الفيديو، ما كتلقاش انهم شافوا لك الفيديو كامل. هذه النقطه الثانيه. هادو هما الحاجات السلبيه اللي طحت فيهم انايا وما عرفت واش كلشي. المهم انا كنهضر على تجربتي الشخصيه في هذا الميدان هذا. صافي هي اللي خلاتني تراجعت من بعد ما كانوا المشاهدات طالعين عندي في الاول والفيديوهات ديالي كانوا طالعين الصراحه. واغلبيه ديال الفيديوهات وديال سميتو والله الا كنت مسحتهم كان عليهم حقوق الطبع. يعني ماشي مسحتهم درتهم بريفي، ماشي مسحتهم. كاينين باقيين فيديوهات اخرين فيهم مشاهدات سميتو. المهم هذا هما الحوايج السلبيه اللي تعرضت ليهم من بعد ملي انا كنت بين نارين. كنت يا اما نبقى في دوك المجموعات يا اما نخرج منهم. كان ولدي دائما كيقول لي ماما بغيتي القناه ديالك تنجح هي تفرغي الفيديوهات، ما ديريش داك اشترك لك وداك القضيه ديال السبام وداكشي. انا قلت لكم انا ما كنتش كنعرف والو من هادشي. كنت كنهز الفيديو كنحطو صافي. هذاكشي اللي كنت كندير. فولدي تبارك الله ما شاء الله عليه ولادي بجوج بهم عاونوني بزاف في هذا سميتو بالنصائح ديالهم وبالحاجات اللي كيعرفوا. عاونوني فخرجوني من ديك القضيه ديال المجموعات. خرجت منها نهائيا. ما بقيتش كنتعامل مع سميتو. احتراماتي ليهم كل واحد كيخدم على راسو. فانا فضلت انني ندير سميتو. صافي خرجت من المجموعات وبقيت خدامه على راسي وحلت في 4000 ساعه. هذه فاش وحلت واحد الوحلانيات راه تقريبا شي عامين ملي كملت 1000 مشترك. وحلت في 4000 ساعه اللي كما قلت لكم ما عرفت كندير فيديوهات ما كيتشافوش لي بزاف. يعني المشاهده كانت غاديه بواحد شويه ما كانتش سميتو. فالحمد لله سخر لي ربي تبارك وتعالى الناس اللي ما ننساش الفضل ديالهم هما اللي ساعدوني في السوايع. المهم هذا بلا نفاق بلا كذوب. هذا الشيء نقول اللي كاين زعما نقولوا نفيد باش نفيدكم ونفيد راسي بطبيعه الحال. المهم 4000 ساعه تعاونوا معايا فيهم الناس الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم والله يجعلها لهم في ميزان حسناتهم. جيت ل 10 دولار الحمد لله. كانت واخا راه كاين اللي كيحققها في 24 ساعه، كاين كل واحد والظروف ديالو. انا تقريبا نقول لكم 6 اشهر عاده تقريبا 6 اشهر. المهم رمضان في العيد قريب العيد كملت 4000 ساعه. يعني لا ماشي 3 شهور 3 شهور فاش كملت 10 لا يا ربي لا سمحوا لي كملتها تقريبا في ديك 5 شهور فاش كملت 10 دولار. يلا حاليا كملتها 5 شهور كملت فيها 10 دولار والحمد لله وصلني. يعني وحق الله العظيم نقول لكم خواتاتي والله الا راه هذا الشيء ملي كنشوف انا هاد المسائل الاداريه وداك الشيء كاين اللي كيدفع القناه المراجعه وداك الشيء كتعطل وكاين اللي يعني ما كيوصلوا لكم دغيا وبزاف ديال الحوايج. انا سبحان الله العلي العظيم دفعت لقناه المراجعه دغيا تقبلت ليا. دفعت يعني سميتو دغيا ما شاء الله
سبحان الله العلي العظيم. فالانسان يعمر قلبه بالايمان ويبغي الخير للناس، فربي تبارك وتعالى غادي يجازيه. انا كما قلت لكم مع الناس كاملين كنتعامل يعني داكشي اللي بغيت لراسي بغيتو للناس كاملين. صافي هاد الشيء خوتي خواتاتي. المهم حققت كما قلت لكم 10 دولار، وصلني الكود ادسنس، قديت المسائل الاداريه كاملين مع جوجل ادسنس. الحمد لله والشكر لله، تقبل كل شيء. فالحمد لله دابا كنتسنى غير تكمل ليا ثاني ديك ال 8 دولار 80 دولار. نتمنى ان شاء الله تعاونوا معايا فيها الاخوان والاخوات. والله العظيم راه كما قلت لكم انا غادي يوصلني حتى ريال الا ما تعاونتوا معايا في السوايع وفي الاشارات وداكشي تشوفوهم ليا. فالله يجازيكم بخير. نتمنى ان شاء الله تعاونوني فيهم. وبالنسبه لسميتو نتمنى نكون يعني فتكم واحد شويه في التجربه ديالي في اليوتيوب. وان شاء الله كما قلت لكم خوتي خواتاتي، بالنسبه للمبتدئين اللي يلاه بداو ولا غادي ان شاء الله كيفكروا يديروا قناه، فالصبر والصبر والصبر. يعني الصبر ثم الصبر ثم الصبر. الانسان الا ما دارش واحد الحاجه مقتنع بها، ويعني ما كانش فيه داك الصبر، خصو دغيا يوصل وكذا، راه ما عمرو غيدير والو. ولكن الانسان الا كان صابر يعني كان فيه ديك العزيمه انك باغي توصل وباغي تحقق سميتو، فكون على يقين او كوني على يقين ان شاء الله غادي توصلوا. ونتمنى التوفيق للجميع بدون استثناء. والله العظيم الله يوفق الجميع، الله يوفقنا كاملين في يعني في هاد المسيره هذه. ونتمنى نكون فتكم ولا بغيتوا شي نصائح اخرى على يعني كما داكشي علاش بدينا، داكشي اللي عرفنا به الله تبارك وتعالى. فان شاء الله كتبوا لي في التعليق، وان شاء الله اللي عرفتها راه غنقولها لكم. وهذا ما كان خوتي خواتاتي، الى الملتقى ان شاء الله. نتمنى لكم النجاح والتوفيق للجميع، وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.